رمضان جاء نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا من صامها بلغ المرام ملئت ليالينا السنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فغاية الصيام تحقيق التقوى في حياة المؤمن، والتقوى مرضاة الله سبحانه وتعالى، والتقوى سبب لقبول أعمال العباد، والتقوى كذلك سبب لدخول الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه عن الجنة: ولنعم دار المتقين. ويقول كذلك: إنما يتقبل الله من المتقين. فالصيام يربي نفس المؤمن على التقوى ليصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويتحقق عنده ما يرمو إليه من نيل مرضاة الله ودخول جنته. والتقوى فعل الأوامر وابتعاد عن النواهي إخلاصا لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه صفات المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء. عبادة مالية، فالمتقي ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى في أوجه الخير. وكذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. صفات خلقية، يعفو إذا أخطئ عليه، ويمسك زمام نفسه عند الغضب. وكذلك وصية رسول الله سبحانه وتعالى. وكذلك المتقي إذا وقع في شيء محظور سرعان ما يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلنصوم لتحقيق التقوى في الحياة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.